السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلابنا الأعزاء. بعد ما انتهت الامتحانات التمهيدية وأعلنا عن نتائج السادس ابتدائي لجميع المحافظات، مثل ما تلاحظون جميع المحافظات أعلناها في قناة التليجرام. هنالك عدد من الطلبة جاي يسألون بخصوص النتائج الثالث المتوسط وأيضا نتائج السادس العلمي والأدبي. طبعا نحب نوضحكم أنه النتائج تتأخر من 10 أيام إلى 15 يوم. يعني أنا شخصيا أتوقع راح يكون في بداية الشهر الثالث سيتم الإعلان عن النتائج، وكل هاي التفاصيل راح ننزلها لكم عبر قناتنا التليجرام اللي قدامكم، او ايضا تقدرون تتواصلون معي عبر رقم الهاتف الموجود قدامك. تقدر تتواصل معي عبر الواتساب واعطيك النتيجه الخاصه بك مباشره باذن الله. ايضا يا متابعينا ويا طلابنا الاعزاء، هنالك عدد من الطلاب الصباحي او المسائي، يعني مو الخارجي، اللي يسالون بخصوص الامتحانات او بدايه الدوام الرسمي، لان كلنا نعرف يوم غد دوام رسمي. هل يوم غد دوام او لا؟ طبعا بالنسبه لبغداد راح اتكلم بغداد، لان اكثر الطلاب واكثر محافظات سكنا هي بغداد. بالنسبة لبغداد الآن تربية الكرخ أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي لحين انتهاء مراسيم الزيارة. يعني تم تعطيل الدوام الرسمي في الكرخ، وأنا شخصيا أتوقع سيتم تعطيل الدوام في بغداد، يعني تحديدا في بغداد في إلى غاية يوم الأحد المقبل. هذا التوقع الشخصي بسبب الزيارة، بسبب ازدحام الطرق، عدم قدرة وصول الكوادر التدريسية للمدارس الخاص بها، وأيضا الطلاب بسبب ارتباطهم في مواكب أو بالزيارة، أو أنه ما عنده الوقت اللي يروح به، وهكذا. أنا شخصيا راح أتوقع أنه راح يتم تعطيل الدوام. فأنت شلون تعرف؟ تقدر أنه تذهب إلى قناتي التليجرام، تشترك بها وتفعل الجرس، وبإذن الله في حال أعلن تعطيل الدوام راح ننزلها في قناتي التليجرام. فشكرا لكم على حسن المشاهدة. تقبل تحياتي، أخوكم الأستاذ حسين القريشي، بحفظ الله وأمانه.